اليوم جاي نحكي لكم واحد الشخصية معروفة في تاريخ المغرب، اللي هو الجنرال أحمد تليمي. الشخص اللي عاش مسار حافل بالأحداث من طفل بسيط حتى الجنرال ديال الجيش، ولكن النهاية ديالو بقات لغز كبير حتى اليوم. تابعوا معايا باش تعرفوا القصة من الأول حتى الآخر. أحمد تليمي تزاد في مدينة سيدي قاسم عام 1931. كان من عائلة متواضعة، وفي صغره كان كيف حال بزاف ديال الأطفال اللي عاشوا في القرى ديال المغرب. لظروف عائلية خلاو عنده الطموح باش يبدل حياته ويطلع، وهادشي اللي خلى دليمي يتجه للجيش. فاش كان صغير كان معروف الشخصية ديالو القوية والانضباط، وهادشي اللي خلاه وغيساعدو بزاف في السنوات الجاية. من بعد استقلال المغرب 1956 بدا دليمي خدمته في العسكرية، اللي كانت الطريق ديالو باش يدخل لعالم السلطة والنفوذ. في سنوات الستينات قدر انه يتألق ويبين كفاءات عالية، وبسرعة بدا كيوصل لمناصب حساسة، حتى ولا من الناس اللي عندهم تأثير كبير في الجيش. أواخر الستينات تعرف دليمي بالملك الحسن الثاني، وهنا بدا التقرب ديالو من القصر. الحسن الثاني كان عنده نظرية في العلاقات ديالو مع قادة الجيش، وكان كيقرب غير اللي كيشوف فيه الولاء ليه وللمغرب. دليمي ما كانش استثناء. الحسن الثاني قربه بزاف وعطاه مناصب حساسة، منها الإشراف على العمليات العسكرية في الصحراء، واللي كانت في ذاك الفترة نزاع كبير مع جبهة البوليزاريو. دليمي كان عنده دور كبير ومهم في القيادة ديال الجيش المغربي في حرب الصحراء اللي بدات في سنوات السبعينات، وكان معروف بالاستراتيجيات ديالو بالقرارات الحازمة، وكان عنده الدور الكبير في الخطط العسكرية بحال المسيرة الخضراء اللي رجعت للمغرب لمجموعة من الأقاليم الجنوبية. النجاح ديالو في الصحراء زاد كيقوي من مكانته عند الحسن الثاني، وزاد الشهرة ديالو عند الشعب، حيت بزاف كانوا كيشوفوا فيه بطل كيدافع على وحدة البلاد. غير باش تكون قريب من القصر وتوصل لهاد المكانة خاص يكون عندك أعداء. دليمي في الوقت بدا كياخد تأثير سياسي، واللي كيقول باللي كان عنده طموح سياسي كبير، ربما حتى طموح في كرسي الحكم. وبعض المصادر كتهضر على انه كان كيتعامل مع مسؤولين في المغرب وخارج المغرب، وكان عنده تصورات في المستقبل، وهذا اللي زاد خلق ليه اعداء في السلطة. 22 يناير 1983 جابوا الاخبار باللي دليمي مات في حادثة سير في مراكش. كما تقال السيارة ديالو تقلبات وهو في الطريق، ومات في عين المكان. الرواية الرسمية قالت باللي كانت غير حادثة، لكن بزاف الناس ما صدقوش هادشي، وبدات تروج نظريات باللي الوفاة ديالو كانت مدبرة، باللي كان باغي يدير انقلاب ضد الملك، الشيء اللي خلاه يكون مستهدف. وفاة أحمد دليمي بقات لغز كبير. الناس بزاف بقاو متسائلين شنو وقع بالضبط، واش فعلا كان باغي يدير انقلاب أو كان غير ضحية تصفية حسابات. وهاد الأسئلة زادت خلت أحمد دليمي شخصية تاريخية غامضة، اللي حتى من بعد الوفاة ديالو القصة ديالو بقات كتخلق الجدل. وهذه هي القصة ديال الجنرال أحمد دليمي، الجنرال اللي وصل للقمة في الحياة العسكرية والسياسية، ولكن النهاية ديالو كانت مأساوية وغامضة. واش فعلا كان باغي يغير النظام، ولا كان مجرد جندي كيخدم بلادو؟ اعطونا رأيكم، واش كتشوفوا فيه بطل ولا شخصية مثيرة للجدل؟ ما تنساوش تكتبوا لنا في التعليقات وتشتركوا في القناة باش تكتشفوا مزيد من القصص من تاريخ المغرب.